وهي النتيجة مثل ما شايفين. السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كل بخير يا رب. الله يسعد لي اوقاتكم يا رب. اليوم باذن الله تعالى بدي اساوي ان شاء الله خليط من النحل ان شاء الله يا رب، هيك تنال اعجابكم باذن الله تعالى. في البدايه نصلي على سيدنا محمد ونذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا الله. عندنا المكونات، عندنا 3 كاسات ونص طحين، نص كاسة زيت او اقل من نص كاسة، كاسة حليب بحرارة الغرفة، ومعلقة خميرة، و50 جرام زبدة، تقريبا شي معلقة ونص، وعندنا بياض بيضة، وعندنا سكر 3 معالق، وعندنا فانيلا نص معلقة، وعندنا خل معلقة خل ابيض. الخل مشان ما يصفى زنخة ابدا ابدا ان شاء الله تعالى. لا الحليب بده يكون بحرارة يعني دافي شوي، ما يكون بارد دافي، كل المكونات تكون يعني، والبيض كمان ما يكون بارد. بنحط الحليب، بحط معه الخميرة، بدنا كمان نص معلقة صغيرة ملح، بس الملح الآخر. بنحط 3 معالق سكر، نحط الفانيليا، نحط الزبدة تقريبا بحرارة الغرفة، ما تكون كمان باردة. ونحط بياض البيض، هي بيضة ما شاء الله كثير كأنه كبيرة. تعالوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط الزيت، ونحط الخل، ونخليهم تقريبا شي 10 دقايق بس حتى يختمروا، لانه هي لازم تختمر عشان ما تاخذ معنا وقت. بس يختمروا نحط عليهم الطحين ان شاء الله تعالى باذن الله. هلا بنشوف شوفوا كيف طلعت، عشان مبينين معكم، اختمروا منيح. هلا بنحط عليهم الطحين بالتدريج. هلا الواحد اذا ما عنده زبده يعني ما بيأثر، يعني هو اختياري، بس هي الزبده بتطلع فيها سبحان الله اطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله. انا قلبت شوي فيها منيح. هلا اذا احتاجوا شي بحط لهم، اذا احتاجوا مي او شي يعني مبينه منيح. والطحين احيانا حسب نوع، يعني احيانا بياخذ مي اكثر، احيانا اقل، سبحان الله. هي بما انه خمرناها ما بتاخذ وقت كثير، لانه خمرناها بالقبل ما نعجنها. بحط لها رشه ملح، نص معلقه صغيره بس. شايفين كيف طلعت؟ اخذت كل الميات، كل الحليب ما حطينا مي. بس اذا واحد ما عنده حليب ما في بيأثر، يعني بحط حليب بودرة، بحط مي، نفس المقادير بس عوض حليب مي. 3 معالق مثلا حليب بودرة. هل ايه شو موجود مساوي، يعني الواحد اولاده هيك بيشتروا اكلة حلو، بدوم امه بتساوي اياها. نعجنها من اذا بدنا بنحط لها نص الثاني كفو.
هلا بنريحها شوي، نغطيها ونريحها شوي، بعدين بنشكلها. هي بعد ما ريحنا العجينة، هاي شلون صارت ما شاء الله، طلع ظريفة كتير ما شاء الله. هيك بدها تكون. بعد بنشكلهم تقريبا كلهم قد بعض يعني. شكلناهم مثل ما شايفين، ما ضروري يكون يعني نستناهم هذول، لانه بدنا نستناهم هلا بعد ما نحطهم بالبيركس. هلا بندهنهم زبده او سمنه، شو بنقدر عنها ما في مشكله ان شاء الله تعالى. هلا بنجيبها بنحط لها اذا بدنا شو ما عندنا حشوه، بنحط لها جبنه او حشوه تمر او شو ما كان، او شوكولا يمشي الحال. شايفين كثير شغلة هينة. وعلى فكرة اذا واحد هيك جاي اليوم او نايمين عندهم بدهم يفطروا بيساوي لهم اياها. بنخلي بيناتهم شوي فراغ. من هلا بدهم شايفين هاي شكلت العجينة مثل شايفين. هلا بس بغطيها، هلا انا سويت حطيت صفار البيض وخل وحليب، وححط عندي عسل، هحط هيك شوية عسل عليهم يطلع لونه حلو ان شاء الله تعالى. هلا برجعكم وبدي وهي هون بعد ما تخمروا مثل ما شايفين، وهي طلعوا يعني تقريبا تنتين. كنت ساوي كاكاو ما سويت كاكاو، مرة ثانية ان شاء الله. هلا بيدهنون عاد بيدهن وشهم بالبيض صفار البيض وحليب واللي يطلقون عليه كله. هلا حدهنهم بيض، هاي صفار البيض هاي مثل ما حكينا. بدهنهم كلياتهم. وهلا بنشوف ان شاء الله تعالى النتيجة ان شاء الله. وهلا انا عندي عم اشيله، يعني هي اختياري. حتى اذا بتكون يعني مثل ما مثلا بنحط لها، اذا بده واحد حليب بودرة بحط لها كثير شغلات، يعني هي اختياري شو ما بضيفوا اضافات يعني. هلا انا كنت بدي احشيها شوكولا بس ما متوفر عندي شوكولا، حشيت اللون قلبها جبنه وشي حطيت له تمر كمان عجوه يعني. هي بعد ما دهنتهم صفار البيض شو ان شاء الله تعالى هيك يطلعوا مثل ما بدنا باذن الله. هلا احطهم بالفرن شغال من فوق ومن تحت على حراره 200. وهي النتيجة مثل ما شايفين. شي مرتبة. تمام.
شلون طالعين. هلا بدنا نشوف على الطعم اذا تشوف بدنا نحكم على الطيبة ولا لا. يلا هلا حنجرب نشيل وحدة. ما شاء الله مبينين كتير هشين. شايفين ايش طريقة؟ طريقة الاسفنج. عم تذكر الطعم غير المنظر. ها احنا سخنين يعني، انا بحاول اقيمهم هيك بس احنا سخنين يعني. شايفين سبحان الله مثل خلية النحل طلعوا. هي ما اسمها خلية النحل؟ بلا يعني مثل ابدا. شوفوا سفلى اللون هاي كمان. هلا احنا نقسمها ونشوفها شلون طالعة. هاي الجبنة بقلبها. شو رأيكم بالنتيجة؟ وهي الصينية الثانية. طريقة كتير بسيطة ومكوناتها كمان بسيطين مثل ما شايفين، بس سخنين هنين. بنصحكم تجربوها، تعطوني رأيكم، شو رأيكم فيها؟ إن شاء الله هيك عجبتكم. سبحان الله الشمس طالعة في غيوم ما شاء الله. المطر كانت عم تنزل من شوي. وهيك سبحان الله الجو بالخريف بحير. في عيون بالسما بتبقى بتروح وبتجي. أيوة سبحان الله يومين ثلاثة تغير ألوان الشجر، بلش يتغير. سبحان الله سبحان الله العظيم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والتعليق هيك يكون حلو، واللي ما مشترك يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.